طيب، حسن الظن بالله تبارك وتعالى طبعا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، الحديث المعروف. فما في شك أن من أعظم العبوديات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عبودية حسن الظن فيه تبارك وتعالى. هذه عبودية جليلة وعظيمة من جنس عبودية الثقة في الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وغيرها من العبوديات. وأن هذه العبوديات دلتنا الشريعة، يعني مثل ما ذكرنا في السؤال السابق، دلتنا الشريعة على كونها أسبابا يمكن من خلالها أن يتحصل العبد على مطلوبه. الشريعة كشفت ودلتنا على هذه القضية، وأن هذه الأسباب الشرعية شأنها بقية الأسباب الشرعية لابد أن تتوافر شروطها وتنتفي موانعها. ولذا مثلا من العبوديات القريبة أو جنسها من جنس حسن الظن في الله تبارك وتعالى في تحقيق المطالب عبودية الدعاء مثلا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو يدعو بقطيعة رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وبالتالي في التعامل مع الله عز وجل وفق الأسباب الشرعية ترى لا يلزم بالضرورة أن تترتب الآثار المتعلقة بها ما لم تتوفر شروطها وتنتفي موانعها. ولذا يجب أن يستبين الإنسان الفرق بين ما يتعلق بهذه العبودية العظيمة الجليلة وبين المفاهيم الداخلة فيما يعبر عنه بقانون الجذب. يعني على مستوى أوتوماتيكية العلاقة، قانون الجذب يعني على تعبيراتهم اطلب آمن تلقى. صلاتنا بالله سبحانه وتعالى ليست وفق هذه العلاقة الأوتوماتيكية، هذا أحد معطيات الفرق. قانون الجذب لا يتضمن في طياته فكرة العمل، حسن الظن في الله تبارك وتعالى والرجاء فيه تبارك وتعالى مع غيبة العادة. العمل هو من قبيل الأماني الكاذبة، وابن القيم ينص على هذا المعنى، وأنه يشرع الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يعمل يعقلها وتوكل. ففي تكامل أصلا في اتخاذ الأسباب الشرعية في تحصيل المطالب بخلاف فكرة قانون الجذب.